7 حلول لمشكله ركود السوق اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. اول حاجه تقليل المعروض، يعني بلاش اشتري حاجات تانية خالص انا ممكن عارف او متاكد ان هي ممكن تغيب عندي شويه، او لها عميل مخصوص ممكن لما العميل يطلبها اجيبها له مخصوص، بس يكون عندي انا الحاجات الاساسيه. تاني حاجه الاهتمام بجواكر العطور. هنا جواكر العطور مش جواكر الشركات. جواكر العطور يعنيها ان انا في انواع عطور ما ينفعش انا كصاحب محل او كشغال اونلاين ان انا ما يبقاش عندي العطور دي. العطور دي الف ب مهنه معروفه غير جواكر الشركات دي، ممكن نتكلم عليها في فيديو تاني. تالت حاجه عدم وضع البيض في سله واحده زي المثل اللي بيقول يعني. بلاش ان انا اخلي كل حاجه عندي اتجاه واحد بس واحط فلوس كلها في اتجاه واحد. ممكن اوسع شويه، اجيب مباخر، اجيب بخور، اجيب فواحات عربيات، فواحات بيوت. يعني اوسع شويه بالنسبه للعطور بتاعتي عشان خاطر ادخل عميل جديد عندي في المحل بتاعي. رابع حاجه اهتمام بالعميل وليس الزبون. شويه كده نفض للزبون لا، ولكن اهتم بالعميل بتاعي اللي هو شغال معايا في الحلوه والوحشه زي ما بيقولوا، يعني الحلوه والمره. كان زمان معايا وهيفضل معايا دلوقتي وبعدين هيبقى معايا، ده اهتم بيه جدا جدا. اسال عليه، اشوف هو عايز ايه، ايه الجديد، النوع اللي على الجديد اعرفه له. المهم ان هو يحس ان في بيني وبينه اهتمام. خامس حاجه احدد سعر المنتج بتاعي او العطر بتاعي على حسب جوده الزيت او جوده العطور. ما حددهاش مثلا على حساب ان الموقع الجغرافي بتاعي وايجاري عالي والكلام ده كله، لا. دلوقتي العميل بقى فاهم وعارف ان هو لو جاب حاجه مهما كان سعرها وما عجبتوش مش هيرجع تاني. يبقى في الافضل والاضمن ان انا احدد سعري على جوده عطور، يعني اصرف على العطور شويه واطلع حاجه نظيفه عشان العميل اللي فاهم واللي عارف يعرف ان انا شغلي دون يعتبر كمان اقل من السعر الاساسي اللي بيني وبينه. سادس حاجه ان انا اجدد في ديكورات المحل، معنى ان انا لازم اشكل تجديد. مثلا الباترينا اللي بره احط فيها حاجات فوق وانزل الحاجات اللي تحت، اطلع من المحل احط فيها، ادخل منها للمحل جوه. المهم ان انا اعمل لفت نظر وانتباه للعميل عشان يعرف ان انا بجدد في المحل بتاعي. سابع حاجه حسن الرد على العميل، يعني اهتم بالعميل شويه، ان انا مثلا ابعت له رسائل للانواع الجديده اللي عندي، او ان انا مثلا لما يكلمني ما انطرش الرسائل او اخرها لوقت تاني. لا، العميل دلوقتي عارف وفاهم انت كل ما بتقدره كل ما هو برضو كمان بيقدرك، ويبقى هو مسؤول منك زي ما انت مسؤول من ان انت تجيب له احسن برفان في السوق واجود برفان للعميل ده وتحافظ عليه كده. وخلي بالك كمان اهتمامك بالعميل دون احسن وافضل من ان انا اصرف على تسويق جديد عشان اجيب زباين جداد. في الوقت الحالي ممكن تكون العمليه مش مضمونه قوي، يبقى العميل بتاعي هو ده اكل عيشي وده الاساس بتاعي. يا رب يكون ال7 حلول دول عجبوكم وتمشوا عليهم، صدقوني هينفعوكم جدا. فضل وليس امر، الشيخ في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.